في بيوت بتحفظ الذكريات وفي بيوت بتدفنها. في ناس بتعيش وتموت بهدوء وفي ناس بتموت بصريخ ملوش صوت. أنا ماشي بيك دلوقتي في ممر مظلم، بس خليك ماسك قلبك لأن اللي هحكيه جريمة مش للبشر، دي جريمة للوحوش. أهلا بيكم في جريمة منتصف الليل. في مدينة هادية في ولاية أنديانا الأمريكية سنة 2011 كانت عيلة هابرسون عايشة حياة شكلها مثالي. الأب مارك رجل أعمال ناجح محترم في مجتمعه، والأم ساندرا مدرسة أطفال طيبة هادية دايما بتضحك. بنتهم الكبيرة إيميلي 15 سنة شاطرة جدا ومحبوبة. أخوها لوك 11 سنة هادي وانطوائي، وأصغر واحدة فيهم الطفلة روزي عمرها 6 سنين. كانت دايما بتضحك وضحكتها كانت بتنور البيت كله. بيتهم كان أنيق منظم، كله صور عائلية وديكورات تحفة. بس في حاجة محدش يعرفها، كان في كابو في البيت عايش فيه ضيف غريب. الضيف ده اسمه دانيال، شاب يتيم عنده 24 سنة. مارك الأب قابله من خلال الكنيسة وشاف فيه شخص محتاج فرصة جديدة. دانيال كان سابق عليه تهم سرقة وسلوك عدواني، بس مارك كأن ساعده. خدوه يعيش معاهم في القبر، وفعلا في الأول كان هادي جدا، لكن اللي محدش كان يعرفه هو إن دانيال كان بيعاني من ذهان عقلي جديد وهلاوس سمعية وصوت في دماغه كان بيقوله حاجات غريبة وأوامر أغرب، أوامر بالقتل. بس في يوم 4 فبراير 2011 الدنيا كانت ساكنة جدا في البيت، والليل كان تقيل عليهم قوي والبيت كان نايم كله. الساعة 2:15 بالظبط صباحا دانيال صحي، مش على صوت ولا على أوامر. الصوت اللي كان في دماغه بيقوله الوقت جه، اقتلهم، حررهم من نجاسة، انت المختار. مسك ساطور المطبخ وبدأ يطلع السلم. أول أوضة دخلها أوضة مارك وساندرا، وقف فوق راسهم وبص عليهم وهم نايمين، وأول ضربة كانت على دماغ مارك كسرت الجمجمة. ساندرا صحيت على صراخها وعلى صراخ جوزها اللي اتقتل جنبيها، لكن الضربة التانية كانت أسرع من صرختها. في أقل من دقيقتين الأب والأم ماتوا. بس الحكاية ما خلصتش لغاية كده، كانت ما بينهم بنتهم الصغيرة روزي، كانت نايمة في السرير بين أمها وأبوها. صحيت على منظر الدم وبصت على دانيال وقالت فين ماما وفين ماما. دانيال لف وشه الناحية التانية وبص عليها وشوية وقرب منها وخنقها بإيده وهي بتبكي. اللي حصل بعد كده كان أبشع. إيميلي البنت الكبيرة كانت سامعة كل حاجة، قامت بسرعة جريت على أوضة أخوها لوك واستخبوا تحت السرير. دانيال دخل بس حوالين الأوضة وقعد على الأرض وقال بصوت هادي مخيف أنا عارف إنكم تحت السرير، اطلعوا وأنا مش هأذيكم. إيميلي مسكت مقص من على المكتب وهي خارجة، طعنت وشه بقوة. هو اتخض لكن مسكها وضربها وبدأ يجرها من شعرها. لوك جري حاول يهرب، لكن دانيال طعنه في ظهره 3 مرات. إيميلي وقعت من السلم وهي نازلة وهو نازل وراها، ضربها بحديدة لحد ما بطل قلبها يدق. لكن الساعة 3 وحوالي 10 دقايق صباحا الجيران سمعوا صرخة خافتة، اتصلوا بالشرطة وقالوا في حاجة مش طبيعية في بيت هابرسون. الشرطة دخلت البيت ضلمة، ريحة الدم مالية المكان كله وهدوء غريب. وواحدة واحدة اكتشفوا الجثث، مارك، ساندرا، روزي، لوك وإيميلي. بصوا حوالين البيت ودخلوا على الحمام، لقوا دانيال حلق شعره عريان من فوق وعينه مفتوحة على الآخر، قاعد على الأرض ووشه كله دم، وقال لهم أنا خلاص خلصت، دلوقتي استنوا بقى الدور هيجوا عليكم. دانيال اتحبس فورا والمحكمة استمرت شهور. الدفاع حاول يثبت إنه مجنون رسمي، لكن التقرير النفسي أثبت إنه كان واعي في وقت الجريمة. القاضي قال جملة شهيرة جدا لو في مكان في الجحيم مخصوص فهو ليك، واتحكم عليه ب5 مؤبدات متتالية و84 سنة إضافية. البيت اتقفل وبعد سنة اتباع $1 بس. الناس رفضت تسكن فيه، وفي ناس قالت إنهم سمعوا صوت طفلة بتضحك جوه، وكلاب الجيران كانت كل ما تقرب من بيت كانت كأنها بتبكي. ولحد النهاردة الناس بتمر من الشارع ده بسرعة. وبيت هابرسون بقى رمز الجريمة، ما كانش فيها مجنون، كان فيها شيطان لبس وش بني آدم. لو القصة دي هزت قلبك فاستعد للي جاي، لأن كل فيديو معايا هنحكي فيه جريمة بشعة عن اللي قبلها. أنا معاكم دايما في جريمة منتصف الليل،
بس ما تنساش الشر مش دايما بيبان على الوش. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واستنوني في جريمة جديدة.